النادي الإفريقي ينتصر على ساقية الداير 3-2. حقق النادي الإفريقي فوزا وديا أمام ساقية الداير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة تحضيرية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. الإفريقي نجح في تسجيل 3 أهداف في حين تمكن ساقية الداير من الوصول إلى شباك الأحمر والأبيض في مناسبتين لتنتهي المواجهة بانتصار الإفريقي 3-2. المباراة كانت فرصة مهمة للإطار الفني من أجل تجربة عدد من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزية المجموعة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرسمية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. ورغم الانتصار فإن استقبال هدفين يؤكد أن الفريق ما زال مطالبا بمواصلة العمل على الجانب الدفاعي وتحسين الانسجام بين اللاعبين. في المقابل يبقى تسجيل 3 أهداف نقطة إيجابية بالنسبة للخط الهجومي، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية قبل بداية الموسم. انتصار جديد للإفريقي في التحضيرات، والعمل متواصل للوصول إلى أفضل جاهزية قبل بداية المنافسات الرسمية. شنو رأيكم في مردود الإفريقي؟ وهل الفريق جاهز للموسم الجديد؟ تادوس نكانغ يمضي للإفريقي ل3 سنوات. مفاوضات قوية مع نعيم السليتي وعودة اسم علي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ تابعوا الفيديو للآخر، خاطر أخبار الميركاتو في النادي الإفريقي ما زالت متواصلة. وبعد صفقة تادوس نكانغ فما أسماء كبيرة مطروحة على طاولة إدارة باب الجديد، وأبرزها نعيم السليتي، مع عودة الحديث أيضا على إمكانية علي يوسف. النادي الإفريقي يواصل تحركاته بقوة في سوق الانتقالات، والإدارة تحاول تكوين فريق قادر على المنافسة على المستوى المحلي والقاري، خاصة وأن الفريق مقبل على مشاركة مهمة في دوري أبطال إفريقيا. واليوم باش نحكيو على 3 ملفات مهمة جدا: صفقة المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ، ثاني المفاوضات مع الدولي التونسي نعيم السليتي، وآخر المستجدات بخصوص علي يوسف وإمكانية عودته إلى باب الجديد. أولاً، تادوس نكانغ، صفقة هجومية جديدة. نبدأ بالصفقة التي أصبحت حديث جماهير النادي الإفريقي: المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ. نكانغ كان ينشط مع الملعب المالي، ولفت الأنظار بمردوده في المسابقات الإفريقية، بل إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سبق أن سلط الضوء عليه خلال مشاركة الملعب المالي في دوري أبطال إفريقيا، لكان اللاعب من أبرز هداف الفريق في المسابقة. وهذا مهم جدا بالنسبة للإفريقي، لأن الفريق يبحث عن مهاجم قادر على التعامل مع المباريات الإفريقية وليس فقط البطولة التونسية. وبحسب المعطيات التي تأكدت في ملف الصفقة، اللاعب أمضى عقدا مع النادي الإفريقي لمدة 3 سنوات، وهذا يعني أن الإدارة لا تنظر إلى نكانغ كحل مؤقت، بل كجزء من مشروع الفريق خلال السنوات القادمة. ماذا يمكن أن يضيف نكانغ؟ نكانغ مهاجم يمتلك صفات مهمة بالنسبة لأي فريق يريد المنافسة إفريقيا: القوة البدنية، القدرة على اللعب كمهاجم صريح، والتحرك داخل منطقة الجزاء، كلها عوامل يمكن أن تساعد الإفريقي. والأهم أن اللاعب لديه تجربة في الأجواء الإفريقية، وهذا يمكن أن يكون سلاحا مهما في دوري الأبطال. لكن الآن السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع نكانغ التأقلم بسرعة مع البطولة التونسية ومع طريقة لعب النادي الإفريقي؟ هذا ما سنكتشفه فوق الميدان. الجماهير لن تنتظر منه فقط تسجيل الأهداف، بل تريد مهاجما يحارب على كل كرة ويضغط على دفاع المنافس ويكون حاضرا في المباريات الكبيرة. ثانيا، نعيم السليتي، الصفقة التي تشعل الميركاتو. نأتي الآن إلى الاسم الذي يمكن أن يكون من أكبر صفقات الإفريقي إذا نجحت الإدارة في حسمها. الدولي التونسي أصبح ضمن اهتمامات النادي الإفريقي
بعد نهاية تجربته مع نادي الشمال القطري. وتوجد بالفعل أخبار وتقارير عن دخول إدارة الإفريقي في مفاوضات مع اللاعب بهدف انتدابه. ديوان اف ام أكد وجود مفاوضات، كما ذكرت مصادر تونسية أن الإفريقي وضع السليتي ضمن أولوياته لتدعيم الخط الأمامي. وهنا يجب أن نوضح نقطة مهمة: المفاوضات لا تعني أن الصفقة حسمت. إلى حد الآن الحديث هو عن مفاوضات وتحركات من إدارة النادي، وبالتالي يجب انتظار الاتفاق النهائي والإعلان الرسمي. لماذا يريد الإفريقي نعيم السليتي؟ الإجابة واضحة جدا: الإفريقي يحتاج إلى لاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق. السليتي يعرف الكرة التونسية جيدا، ولديه تجربة طويلة مع المنتخب الوطني، كما خاض تجارب احترافية خارج تونس. وجود لاعب بهذه الخبرة يمكن أن يكون مهما جدا، خاصة في دوري أبطال إفريقيا. الإفريقي لن يحتاج فقط إلى لاعبين شباب، بل يحتاج أيضا إلى لاعبين قادرين على تحمل الضغط في المباريات الكبيرة. وهنا يمكن أن يكون السليتي إضافة كبيرة. عودة الاسم الخاص. ثالثاً، علي يوسف. عودة الاسم إلى الواجهة، والآن نصل إلى الملف الذي يمكن أن يشعل جماهير النادي الإفريقي أكثر من أي صفقة أخرى. علي يوسف المدافع الليبي كان من أبرز لاعبي الإفريقي قبل أن يغادر الفريق في جانفي 2026 وينتقل رسمياً إلى نانت الفرنسي بعقد يمتد إلى 2028. علي يوسف ترك فراغاً كبيراً في دفاع الإفريقي، خاصة وأنه كان لاعباً أساسياً وقدم مستويات جيدة مع الفريق. لكن في الفترة الأخيرة عادت أخبار تتحدث عن إمكانية رحيله عن نانت، وبالتالي بدأت التكهنات حول إمكانية عودته إلى البطولة التونسية. العودة علي يوسف للإفريقي مؤكدة؟ هنا يجب أن نكون واضحين جداً: لا، الصفقة ليست مؤكدة. في أفريل الماضي نفى السكرتير العام لنادي نانت وجود مفاوضات بخصوص انتقال علي يوسف إلى الإفريقي أو الترجي، وقال إن الأخبار المتداولة آنذاك لا أساس لها. لكن لاحقاً ظهرت تقارير تونسية تتحدث عن إمكانية إعادة فتح الملف، خاصة مع الحديث عن وضعية اللاعب في نانت. إذن بالنسبة لعلي يوسف الملف يبقى مرتبطاً بالتطورات القادمة، ولا يمكن اعتباره صفقة محسومة حالياً. لماذا ستكون عودة علي يوسف مهمة؟ تخيلوا دفاع النادي الإفريقي مع عودة لاعب يعرف الفريق والجمهور والبطولة. علي يوسف لا يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم، وسبق له أن لعب أمام أقوى الأندية التونسية، كما أن عودته ستكون مهمة جدا قبل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. لكن المشكلة ستكون في الجانب المالي والعقد الذي يربطه بنانت. لذلك فإن الإدارة مطالبة بدراسة الموضوع جيداً قبل اتخاذ القرار. الإفريقي يجهز فريقاً قوياً. إذا جمعنا الملفات الثلاثة نجد أن الصورة أصبحت واضحة. تادوس نكانغ يمثل تدعيماً هجومياً بعقد طويل المدى. نعيم السليتي يمكن أن يكون صفقة خبرة وصناعة لعب إذا نجحت المفاوضات. أما علي يوسف فعودته ستكون صفقة عاطفية ورياضية في نفس الوقت، لكن الملف ما زال غير محسوم، وهذا كله يأتي في وقت يستعد فيه النادي الإفريقي للمنافسة على مستوى قاري. المفاجأة في نهاية الفيديو، وهنا المفاجأة التي وعدناكم بها في بداية الفيديو: الميركاتو الإفريقي لم يغلق أبوابه بعد، وملف نعيم السليتي ما زال مفتوحاً. وفي صورة نجاح الإدارة في حسم الصفقة يمكن أن نشاهد خلال الفترة القادمة اسماً جديداً يدخل بقوة في حسابات الفريق، خاصة وأن الإدارة تواصل البحث عن تدعيمات إضافية. لكن الأهم، لا نحبوش نحكيو على أي صفقة على أنها رسمية قبل الإعلان من النادي، لأن المفاوضات تنجم تتغير في أي لحظة. الخلاصة إذن: النادي الإفريقي تحرك بقوة. تادوس نكانغ أصبح صفقة جديدة للفريق بعقد لمدة 3 سنوات. نعيم السليتي دخل في مفاوضات مع إدارة النادي، والصفقة لم تحسم رسمياً بعد. واعد علي يوسف عاد اسمه إلى الأخبار، لكن عودته تبقى مرتبطة بتطورات وضعه مع نانت، ولا توجد حالياً معطيات رسمية تؤكد الصفقة. الجماهير الآن تنتظر كلمة واحدة: رسمياً.
فهل يكون نكانج بداية ميركاتو قوي؟ وهل ينجح الإفريقي في خطف نعيم الساليتي؟ وهل نشاهد علي يوسف من جديد بقميص الأحمر والأبيض؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات وشنوة الصفقة اللي تتمنوها أكثر. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس قدير باش توصلكم آخر أخبار النادي الإفريقي والميركاتو والكرة التونسية والإفريقية. يحيى النادي الإفريقي 5 ورات آل جديد.